مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المحاور. جامعة روجافا والتي تأسست منذ سنوات في غرب كردستان وفتحت المجال للكثير من الطلاب لاستكمال دراستهم في هذه الجامعة في ظل ظروف الحرب التي كانت تمر بها سوريا، وتخرج من هذه الجامعة المئات من الطلاب في مختلف الاختصاصات. اليوم وبعد اتفاق 29 من كانون الثاني تخرج تصريحات من قبل الحكومة المؤقتة في دمشق داعية إلى تغيير اسم جامعة روجافا بحجة أنها لا تمثل الهوية الوطنية للمنطقة، وهذا يجعلنا نطرح تساؤلات. ترى هل اسم الجمهورية العربية السورية تمثل الهوية الجامعة للسوريين؟ هل الجيش العربي السوري تمثل الهوية الجامعة لكافة السوريين حتى تكون جامعة روجافا لا تمثل الهوية الوطنية لأبناء المنطقة؟ وتفتح باب التساؤلات عن الخصوصية الكردية في اتفاق 29 من كانون الثاني، وعن قانونية تغيير اسم الجامعات بحسب القوانين الدولية المعمول بها في الدول، وكيف يمكن قراءة تصريحات المبعوث الرئاسي بشأن تغيير اسم جامعة روجافا. هناك الكثير من التساؤلات بهذا الخصوص التي تخص هذه التصريحات وتغيير اسم المؤسسات، بالإضافة إلى فرض اللغة العربية في الكثير من المؤسسات، وأيضا فرض الأسماء العربية للكثير من المدن والقرى الكردية. مشاهدينا الكرام، سنناقش هذا الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيوف الحلقة الكاتب والسياسي السيد حسين عمر. سيد حسين، مرحبا بك. مساء الخير لكم للمشاهدين. شكرا لك. وأيضا المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان السيد جوان محمد. سيد جوان، مرحبا بك. مساء الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. شكرا لك. سيد حسين، قبل أن نتطرق إلى المسائل القانونية مع سيد جوان، لنأتي قليلا إلى المجال السياسي لنتحدث عن مسألة التصريحات الأخيرة للمبعوث الرئاسي بشأن جامعة روجافا. يعني كيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ مسألة الخصوصية الكردية في اتفاق 29 من كانون الثاني. يعني في البداية أعتقد أن ليس هناك خصوصية معينة في اتفاق 29 كانون الثاني. الاتفاق جرى تحت ضغط أمريكي مباشر وضغط تركي مباشر. هذا الاتفاق كان الهدف منه فقط إزالة فتيل الحرب بين الطرفين، أن لا يكون هناك معارك وسفك الدماء بين الطرفين. لكن مع الأسف بالرغم من ذلك نكست قوات حكومة دمشق بالاتفاق وأسرت العديد، ما يقارب حتى هذه اللحظة ظاهر أكثر من 2000 مقاتل من قوات سوريا، مقاتل ومقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية. وهناك حوالي حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ما زال مصير 800 شخص، منهم 800 مقاتل ومقاتلة ما زال غير معروف حتى هذه اللحظة مصير هؤلاء المقاتلين. لذلك أعتقد أن الاتفاق كان اتفاق فقط على أن لا يتم سفك الدماء. أما بقية الأمور، القضية الكردية والهوية الكردية وإلى آخره، أعتقد يجري بحثها بعد أن استطاع النظام أن يفرض سيطرته، استطاع النظام أن يفرض شروطه أيضا ويسير بتلك الشروط إلى الأمام. حتى هذه اللحظة باعتقادي الخاسر هو الشعب الكردي من هذا الاتفاق، لكنه اتفاق كان اتفاق الضرورة. يعني لم يكن أمام قيادة روجافا وقيادة قوات سوريا الديمقراطية أي بديل آخر غير أن يتفق. لكن بعد الاتفاق أعتقد كان من الممكن أن تكون لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل هذا الاتفاق والتي تمثل عمليا الجانب الكردي في التفاوض مع النظام دمشق، كان من الممكن أن يضع النقاط الأساسية ومنها موضوع التعليم. دائما كنت أطرح في مقابلاتي وفي كتاباتي
لدينا في روج آفا موضوعين مهمين جدا فقط لا غير. الموضوع الأول هو بقاء الناس في بيوتهم واسترداد أملاكهم في عفرين، سريكانية، غريسبي، وكذلك المناطق الأخرى الكردية. هذه النقطة مهمة جدا، أن يشعروا بالأمان، أن يتم استرداد أملاكهم. النقطة الأخرى هو التعليم، الاتفاق على أن يكون التعليم الساري في مناطق الإدارة الذاتية أو بين الشعب الكردي هو باللغة الكردية من الألف إلى الباء. لكن مع الأسف قيادة قوات سوريا الديمقراطية لم تتوصل إلى اتفاقيات بهذا الخصوص. لذلك وليس من باب التأييد أو الموافقة، وإنما يحق لنظام دمشق، لأن قيادة الإدارة الذاتية لم تفرض شروطها أو لم تضع شروطا معينة بخصوص ما تسميه الاندماج الحاصل، والذي أسميه أنا الانصهار داخل أطر الدولة السورية، دولة جولان الحالية، نظام جولان الحالي. لذلك أعتقد بأن هذا التصريح لن يكون تصريحا من الهوى، وإنما سيفرضون ما زال الكثير من الأمور سيتم فرضها على الجانب الكردي، ومنها تغيير اسم الجامعات وتغيير اسم حتى جامعة كوباني، سيأتون على ذلك أيضا، وكذلك سيفرضون العديد من الأمور الأخرى على المنطقة، بما أن الجانب الذي يمثل الجانب الكردي، وخاصة هناك انقسام كما هو معروف لنكون واضحين بين من يمثلون الأنكسي ومن يمثلون البيادي، يعني جانب الإدارة الذاتية هناك انقسام كبير. من يمثلون الأنكسي الآن هم مع نظام دمشق داخل مجلس الكراكوزات الذي تم تبنيه وإعلانه في دمشق، ما يسمى بمجلس الشعب، يؤيدون خطوات هذا النظام في سبيل إنهاء الإدارة الذاتية وفي سبيل إنهاء كل ما تم بناؤه قبل الآن بعدم رضاهم أو لم يكونوا مشاركين فيها. يريدون أن ينتهي كل شيء. ولنتذكر ما قاله إبراهيم برو قبل أكثر من 10 سنوات، قال مهمتنا نحن في أنكسي هو هدم الإدارة الذاتية. والآن مع النظام بذلك الوقت لم يكونوا يستطيعون أن يهدموا الإدارة مع نظام بشار الأسد، حاولوا لكن لم يصلوا إلى نتيجة. الآن مع نظام الجولاني أعتقد بأن لديهم القوة، لأن النظام كامل قوات النظام هو خلف هذه الرؤية، رؤية الأنكسي والرؤية نظام الجولاني الحالية هو هدم كل ما تم بناؤه في مناطق روج آفا وإنهاء ما من كل شيء يمت لروج آفا وللمؤسسات التي كانت موجودة. هذا الموضوع أنا أتخوف منه كثيرا، وهناك بوادر بأنهم سيفرضون ذلك على المنطقة. لا بديل بيد قوات سوريا الديمقراطية التي هي الآن أيضا في يعني محصورة من كل الجهات، لا تستطيع أن تدافع عن المنطقة كما كانت في السابق. وكما تعرفون الأسايش قد انتهى الآن. نظام الجولاني الآن يحاول أن يفرض ساعتين فقط كما اللغة الإنجليزية واللغة التركية التي هي سارية المفعول الآن، ساعتين للغة الكردية في المناطق الكردية أيضا. وأعتقد بأنهم سيفرضون هذا الرأي في قادم الأيام. أتمنى أن لا يصير ذلك، لكن ما يظهر في المستقبل هو هذا، لأن الجانب الكردي قد يعني ترك الكثير من الأمور من يده، لم يعد لديه تلك القوة، ليس لديه ذلك الحليف الذي من الممكن أن يسانده في مواقفه التي يعني كان من المفروض أن يفرضها على جانب النظام. نعم سيد حسين، سنأتي للحديث حول هذه النقاط، ولكن قبل ذلك لنأتي إلى الناحية القانونية مع السيد جوان. يعني سيد جوان، في مسألة تغيير أسماء المؤسسات التعليمية بشكل عام، وبالأخص
الجامعات، يعني مسألة تغيير اسم الجامعات في المراحل الانتقالية بحسب القانون الدولي، هل هناك أي قانون يسمح بحكومة انتقالية أو مرحلة انتقالية بتغيير اسم المؤسسات التعليمية، وخصوصا إذا كانت مرتبطة بثقافات الشعوب وتاريخ شعوب المنطقة؟ نعم، أشكرك على السؤال. بطبيعة الحال إشكالية الأسامي منذ عشرات السنين، هذه الإشكالية موجودة كما نعلم. النظام السابق أيضا نظام البائد حاول كثيرا من خلال إجراءات تعسفية بصهر القضية الكردية، من خلال تغيير الأسامي، من خلال تغيير الديموغرافي، من خلال منع تسمية الأسامي القرى المنطقة. أكثر من 300 قرية بعفرين، أكثر من 400 قرية بكوباني، بنفس الوقت في الجزيرة. هذا المفهوم لا زال قائما. يعني بطبيعة الحال يعني اتفاقية 29 يناير لا نستطيع اجتزاز بعض الأمور وترك بعض الأمور الأخرى. بنية اتفاقية 29 يناير هي بنية هشة حقيقة، وكما تفضل ضيفك حقيقة هناك الكثير من الأمور ما نلاحظه على الأرض الواقع كمراقبين، كمنظمات حقوق الإنسان، كسياسيين. هناك الكثير من التجاوزات، هناك الكثير من الانكسارات عم تحدث مع الأسف الشديد من خلال تصريحات واضحة أو محاولة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل 2011 من خلال تغيير نظام بعثي وتمكين نظام آخر بنفس العقلية ولكن بتغيير الأشخاص، وذكرنا هذا الموضوع سابقا. عموما من خلال اتفاقية 29 يناير بحد ذاتها تحتاج إلى عشرات المراسيم، تحتاج إلى عشرات القوانين لنجاح عملية الدمج حقيقة. يعني الموضوع لا يتوقف على موضوع الدمج الإداري والدمج بعض المؤسسات والإدارة المحلية وقانون 107، بل يحتاج إلى العشرات المراسيم والقوانين لأجل تمكين بنية قانونية لنجاح عملية الدمج أو اتفاقية 29 يناير. أنا أتفق مع ضيفك إلى حد كبير من موضوع الهواجس التي تفضل بها، ولكن أيضا مذكور في اتفاقية 29 يناير موضوع خصوصية الكردية. هذه الخصوصية ترجمتها على أرض الواقع إلى أي مدى نستطيع تحقيقها، نستطيع أن يكون هناك أطراف، الطرف الحكومي كان أو الأطراف الموقعة أو الأطراف الراعية لهذه المسألة، هل بإمكانهم نجاح هذه المسألة من خلال فقط الدمج الإداري والمخزي حقيقة الذي يحدث حاليا من خلال تعيينات ومن خلال تجاوزات ومن خلال تجاوز صلاحيات؟ يعني هم يتمسكون بقانون 107 ولكن مع الأسف الشديد يقومون بتعيينات خارج قانون 107. عموما هذه المسائل واضحة بالنسبة لنا. ما يخص تصريحات الأخيرة سواء من مبعوث الرئاسي ما يتعلق بجامعة روج آفا، من الطبيعي جدا يعني الجانب الراعي لهذه الاتفاقية والإبقاء على مسائل التسميات، خاصة كما ذكرت معالجة الكثير من القضايا ما يتعلق بالتغيير الديموغرافي الذي حصل خلال 50 عاما من أراضي، من كما هو مذكور في اتفاقية 29 آذار في بند 11، موضوع الملكية، موضوع الأراضي التي تم سلبها من المنطقة إلى آخره، القوانين الجائرة، القانون الإصلاح الزراعي إلى آخره. هذه المسائل تحتاج إلى معالجات، ولكن من المؤكد جدا كما تفضل ضيفك نحن نعيش في دولة حاليا لا يسودها القانون. عندما نتكلم بالقوانين ونتكلم بمسائل حقوق الإنسان نحن بعيدين كل البعد عن هذه المسائل. نحن نعيش حاليا في دولة تسودها الفوضى، تسودها القرارات الاعتباطية، يعني غارقة في كثير من التفاصيل بخصوص كثير من القضايا، تجاوزات على مسائل حقوق الإنسان. هذه يمكن آخر شيء نفكر في مسائل حقوق الإنسان أصلا، يعني لا يمكن أن نتحدث فيها، يعني بعيدين كل البعد عن هذه المسائل. نعم هناك بعض المؤسسات معطلة، هناك مؤسسة التشريع كما تفضل ضيفك أيضا لم تكن بالطريقة التي تم تشكيلها، لا تلبي الطلب، لا تلبي طموحات، ليس هناك تشاركية حقيقية ممثلين عن الشعب لتوصيل الصوت
من قبل المكونات وشعوب المنطقة إلى داخل مؤسسات قانونية حقيقية تستطيع إصدار المراسيم و تشكل بنية قانونية من خلال معالجة القضايا العالقة ما يخص المكونات، ما يخص الخدمات، ما يخص القضايا السياسية العالقة. يعني هناك الكثير من المسائل نحن بعيدين عنها، والآلية التي تم انتقائها من خلال إجراءات أكثر بعد استلام السلطة الموجودة حاليا، جميع الإجراءات لم تكن في طريقها السليم، كانت تعسفية وشعارات مرفوعة كما نعلم جميعا. مؤخرا بالنهاية هناك قانون الكثير من القوانين سواء تتعلق بالمنظمة العالمية لحقوق للتعليم اليونسكو، أيضا تنص من خلال قوانينها بأن من حق المكونات ومن حق الشعوب تسمية مؤسساتها ودوائرها. هذه مسألة واضحة. ما يخص القانون يعني السوري نعم، هذه النقطة لنتوقف عند هذه. يعني بحسب القانون الدولي نعم. يحق للمكونات وللشعوب الموجودة على أرض الواقع في منطقة معينة تسمية مؤسساتها التعليمية وغيرها من المؤسسات بالأسماء التي تراها مناسبة بشكل واضح. هناك قانون واضح من منظمة يونسكو تنص بشكل واضح العبارة الإعلان العام لحقوق الإنسان منظمة يونسكو على حق المكونات في تسمية مؤسساتها والتعبير عن تمايزها وثقافاتها. هذا حق طبعا مع إضافة وعدم تعارضها أو ضمن سياسة حكومية تعليمية موحدة، يعني أن لا تكون هذه الجامعات لديها أفكار معادية أو أفكار باطنية إلى آخره. وهذا الأمور من خلال المناهج الموجودة في هذه الجامعات هي مناهج واضحة وصريحة وملتزمة، لا ليس لها أي تماما مع السياسات. يعني هناك استيلاب بحق جامعة روج آفا من خلال يعني إصدار بعض التصريحات هي ليست في مكانها، من خلال أنه هي محاولة كما ذكرها المبعوث الرئاسي أنه هي محاولة لأجل توحيد المنهاج ولأجل توحيد التعليم. بطبيعة الحال لا أحد يستطيع التعارض بهذا الموضوع. جميعنا مع توحيد المناهج، مع أكاديمية الجامعات، مع استقلاليتها. جميعنا نعلم الجامعات بطبيعة الحال لديها قانون خاص ناظم لها تابعة لمنظمة يونسكو. يعني أحيانا حتى مسائل تتعلق بالشغب أو بالفوضى التي تحدث ضمن دائرة الجامعات هي تخضع لقوانين اليونسكو كأنها سفارة موجودة في الدول. أي جامعة موجودة في أي دولة كأنها سفارة، لديها حرم، لديها في حالات الفوضى، في حالات الشغب فقط القوى المسموح لها في التدخل في فض أي شغب موجود داخل أو مظاهرات أو احتجاجات هي قوات حفظ النظام. ليس مسموح بأي قوى أمنية أو داخلية تدخل إلى حرم الجامعي لهذه الجامعات، وكأنها سفارة فقط. القوانين الدولية تخضع لهذه. حتى الأكراد الأجانب الذين كانوا يدرسون في جامعات البعث وجامعات سورية جميعهم كانوا يخضعون لقوانين اليونسكو كونهم أجانب، كوني مثلي مثل أي مصري أو عربي من أي دولة أخرى وأجنبي جاء إلى جامعة أخرى. لم يكن هناك فضل للحكومة السورية السابقة على تقبل الأجانب الكرد الذين كانوا يدرسون في جامعات السورية. بطبيعة الحال فالقوانين واضحة. العهد الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والثقافية أيضا تنص على من حقوق المكونات تسمية مؤسساتها ودوائرها ودون تعارض مع السياسات الحكومية. وجامعة روج آفا أيضا موجودة من أكثر 10 سنوات استطاعت تحقيق خلال هذه الفوضى أو الفراغ الإداري الذي حصل من تحقيق تخريج يعني تخريج دفعات من جميع الكليات الموجودة التي تضم داخل منظومتها التعليمية. فعدم تقبل حكومة دمشق بهذه المسألة هي ضمن سياق عدم تقبلها لأي ظاهرة تدل على الهوية الكردية، وهي أيضا طبعا كما نعلم هي لديها أيضا ضغوطات من قبل الدولة التركية، وتحاول بقدر الإمكان استخدام مصطلحات المواطنة إلى آخره. وكما تفضلت في بداية البرنامج تسمية الجمهورية العربية السورية وأنت تطلب المواطنة. كيف تطلب المواطنة وأنت تضغي جانب واحد من مكون واحد على
طابع الدولة بأكملها. أنت تطلب المواطنة وبنفس الوقت تتكلم بالأكثرية والأقلية، وهذه المصطلحات ذكرنا فيها سابقا. لا يجوز في دولة المواطنة أن يكون هناك أقلية وأكثرية، وهو بالأساس مصطلح الأقلية والأكثرية هو مصطلح سياسي وليس مصطلح قانوني. هي يعني نتكلم بالأكثرية البرلمانية بأقلية البرلمانية، ولكن حقوق الشعوب وحقوق المكونات لا تقاس بالعددية، تقاس بكرامة الإنسان اللي هو محور جميع قوانين الدولية التي تخص حقوق الإنسان. نعم سيد جوان. سيد حسين، يعني تحدثت الكثير من النقاط حول مسألة الخصوصية الكردية في اتفاق 29 من كانون الثاني. لنأتي إلى بعض التفاصيل، وأيضا تطرقت إلى مسألة تصريحات المبعوث الرئاسي. لنأتي إلى الرسائل التي تحملها هذه التصريحات من قبل المبعوث الرئاسي، سيما أنها هذه التصريحات الأخيرة أو التصريح الأخير له قد جاءت بعض العديد من التصريحات حول مثل هذه النقاط وغيرها. يعني برأيك الرسائل التي تحملها تصريحات المبعوث الرئاسي بخصوص تغيير اسم جامعة روجافا، يعني هل هناك أي جانب سياسي لهذه التصريحات؟ هل هي تتعلق بخلافات أخرى تتعلق باتفاقية 29 من كانون الثاني؟ كيف تقرأها أنت؟ في البداية يعني أريد أن أقول بأن اتفاقية تلك الاتفاقية غير معروفة البنود تماما. يعني هناك من يسردون 11 بند 12 بند 13 بند، لكن الحقيقة حتى هذه اللحظة لم يصدر هذه الاتفاقية رسميا من أي الجانبين الذين وقعوا عليه. هذا أمر مهم جدا يجب أن نضعه أمام أعيننا. إذا عرفنا بأن الطرفين لم يصدرا هذه الاتفاقية بشكل علني، ولا وجود لتوقيع مثلا السيد مظلوم عبدي وأحمد الشرع على هذه الاتفاقية بشكل عام، أنا أتحدث عن الاتفاقية التي جرت وتم بعد ذلك انتهاء فترة الإدارة الذاتية. صحيح هناك ما زال بعض المؤسسات الإدارة الذاتية تعمل، لكن المبعوث الرئاسي وغيره حتى هذه اللحظة يستندون على ما تم البناء عليه في تلك الفترة. يجب أن نعلم ثانيا بأن هذا النظام هو نظام قومي، يعني الأنظمة القومودينية أو الدينية القوموية، هذه الأنظمة تحاول فرض شيئين أساسيين على الشعوب التي تعيش ضمن إطار سلطتها: أن تفرض قوميتها وهي القومية العربية، وأن تفرض مذهبها ودينها وهو الدين السني على بقية الطوائف والأقوام. وهذا ما تحاول أن تفعله هذه السلطة، وهي تفعل ذلك ببجاحة حقيقة أمام الرأي العام العالمي وأمام كل دول العالم التي تؤيده. كما أن الاتفاقية ليس هناك رعاة للاتفاقية باعتقادي غير تركيا. يجب أن نكون واضحين في هذا الأمر. أمريكا توم بارك لم يكن راعيا لهذا الاتفاق، وأمريكا لم تتبنى الاتفاق إلا في بعض التصريحات من توم بارك تحديدا. لا، ليس هناك أمريكا تتبنى عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية فقط مع الجيش السوري. هذه رؤية أمريكا. أمريكا لا تريد وجود قوات مسلحة غير تابعة للجيش السوري، كما يحاولون الآن في العراق وحل الحشد الشعبي، ومن خلال حل الحشد الشعبي حل بيشمركة كردستان أيضا يحاولون ذلك. وهذه خطة توم بارك: تقوية السلطات، جعل كامل السلطات وكافة القوات المسلحة وحتى قوات الأمن بيد سلطة مركزية قومية. هذه رؤيته للموضوع. لذلك أعتقد بأن تصريحات المبعوث، ما يسمى بالمبعوث الرئاسي، هو ليس تصريحات لجس النبض، لا، هي تصريحات ستنفذ واقعيا في القادم الأيام أو الشهور القادمة. هناك خلل في التعاطي بهذا الموضوع. المفاوضات ليست واضحة، من يفاوض من وعلى أي أساس يفاوض.
تستطيع هذه الحكومة الآن أن تخرج بعبد الحكيم بشار وفصل يوسف وعدد من الأشخاص الذين معهم وتقول نحن نفاوضهم باسم الشعب الكردي. هؤلاء بالمجلس الشعب ويمثلون الشعب الكردي، الذين هم خارج مجلس الشعب لا يمثلون الشعب. تستطيع هذه السلطة وستفعل ذلك في قادم من الأيام وستشاهدون. حينها إذا لم يحصل ذلك قولوا إنك لا تفهم بالسياسة أبدا. ذلك سيحصل وسيكون هناك تغيير غصبا لاسم جامعة الرجافة وليس بإرادتنا. هذا الموضوع سيكون إجباريا لأن هناك قوة إقليمية قوية جدا تقف وراء هذه السلطة. ليست هذه القوة فقط، ليست تركيا حقيقة. الآن النظام العالمي كله يقف خلف هذه السلطة وتدعم. وزيارة غوتريش أمين العام للأمم المتحدة دليل واضح. غوتريش لا يذهب إلى دولة، لا يذهب إلى عاصمة متوترة لا يتم تنفيذ القانون فيها، حصلت فيها مجازر قبل أشهر. هذه السلطة سلطة مؤقتة، سلطة مشبوهة. ما زالت سوريا في لائحة الدول الراعية للإرهاب، ما زالت لم يتم إزالتها تماما. وبالرغم من ذلك جاء غوتريش إلى دمشق وزار دمشق ومدح هذه السلطة وإلى آخره. لذلك حينما نقول السلطة المؤقتة هذه كلمة نحن نحاول أن نقنع أنفسنا بها يعني نرطب الجو حولنا، لكن هذه السلطة دائما سلطة حافظ الأسد كما سلطة حافظ الأسد الذي جاء بعد 70 وقال هذه السلطة مؤقتة، شكل مجلس قيادة الثورة وبعد ذلك انتخابات صورية شكلية ودستور شكلي، وانتهى به إلى ما قبل شهرين من أو سنتين من الآن حكم أكثر من 40 سنة سوريا هو وابنه. هذه السلطة أيضا السلطات في مناطق في الدول المتخلفة أو الدول ذات النزعة الدينية، هذه السلطات تبقى دائما، ليس هناك فيها سلطة مؤقتة حتى لو كان هناك بالدستور إنها سلطة مؤقتة، لكنها تتحرك كما هي سلطة دائمة، تنفذ كل شيء وكأنها هي سلطة دائمة. لم تقم بيوم عندما أصدرت مرسوم لا أدري 13 أعتقد بخصوص الجنسية للشعب الكردي أو الذين ليس لديهم الجنسية العربية السورية في سوريا، صفق لهم كافة الأحزاب الكردية ومن ضمنها الإدارة الذاتية. يعني هذه مصيبة أيضا. كان يجب أن يخرج ممثلي الإدارة الذاتية ويقول ليس من صلاحيتك أن تصدر المراسيم، أنت رئيس مؤقت، المراسيم هي من صلاحيات رئيس ثابت، يمكنك أن تصدر بعض القوانين، لكن مراسيم أو قوانين تشمل حياة المواطنين هذه ليست من صلاحيتك. بعد ذلك يجب أن يعني نأخذ بعين الاعتبار أي سلطة مؤقتة تدوم 5 سنوات. هات لي سلطة في العالم جاءت وبقيت، أعرف سلطات بقيت 2 غير ذلك لم أسمع. يعني في دول التي تحترم نفسها، وبما أن سوريا هي دولة غير محترمة لا تحترم نفسها، قيادتها لا تحترم حتى الشعب السوري، لذلك أي شيء يحصل، أي شيء يصرحون به سينفذونه باعتقادي. لذلك على الإدارة الذاتية أو قيادة جامعة الرجافة الآن أن تفكر باسم يناسب. أنا لا أكسر معنويات أحد، لكن هذه الحقيقة يجب أن سيد حسين، يعني نحن هنا ليس لطرح بعض المقترحات على جامعة الرجافة، ولكن لنناقش من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية. نحن أنت تطلب مني أن أبدي رأيي، وهذا رأيي. أنا أقترح أيضا أن أرى أن أنتقد، أنا يعني أعطي رأيي بكل ما يجري في الداخل. ولماذا أنت جعلتني ضيفا في برنامجك؟ نعم، أقول لي أبدي رأيي وأوافق لك. نعم سيد حسين،
أنا لا أقصد أن تصفق، أنا أقصد أنه لا نقترح على جامعة روجافا أنها تفكر بأسماء، إنما نحلل الواقع. أنت تقول رأيك بكل صراحة ولم نعارض ذلك. أقول أحلل الواقع وأقول بأن قيادة جامعة روجافا أمام يعني مصير تاريخي، عليه أن يختار، هذه الجامعة عليها أن تختار. أما الصمود والوقوف في وجه قرارات هذه الحكومة، وهذا صعب باعتقادي لأنني إنسان واقعي، أؤمن بأن الواقعية السياسية هي التي ستسود. وأما أن تختار حلا وسط تتوافق مع هذه الحكومة وتجعل من هذه الجامعة أن تستمر. من ناحية أخرى يعني المنهاج الموحد بكل الدول المتقدمة، مثلا أنا أعيش في بلجيكا، هنا في مدينتي هناك 4-5 مناهج داخل المدارس الابتدائية. حتى هناك مدارس لديها برنامج مثلا كاثوليكي، هناك مدارس لديها ليست يعني التوجه كاثوليكي، هناك مدارس لديها توجه علماني، لا يدرسون أبدا الدين داخل مدارسهم. هناك توحيد المناهج، هذه مصيبة الدول المتخلفة. توحيد المناهج في المدارس والجامعات هذه يعني فبركة من الدكتاتوريات التي حكمت المنطقة وما زالت تحكم حتى هذه اللحظة. الدول المتقدمة حتى الولايات المتحدة سألوا، ليس هناك مناهج موحدة في الدولة. في بلجيكا، في ألمانيا، في فرنسا، في كل الدول المتقدمة بالعالم، حتى ماليزيا، أنا قرأت عن ماليزيا ليس لديهم مناهج مدرسية موحدة. هناك خصوصيات كل منطقة، هناك خصوصيات كل مدرسة. يعني على الأغلب هي شركات تدريسية، يعني شركة تؤسس مدارس والطلاب أو الدولة تدفع عن هذه الطلاب في هذه الشركة، لكن هذه الشركة لديها سياسة توجه من خلالها أو على أن لا تتناقض طبعا مع دستور الدولة، أن يكون هناك دستور شامل. والآن في سوريا ليس هناك دستور شامل، هناك دستور سني ودستور على مقاس أبو محمد. هناك إعلان دستوري وليس دستور على الشعب السوري وعلى السوريين بشكل عام حتى هذه اللحظة. نعم هناك إعلان دستوري ولا يوجد دستور لسوريا، فقط هناك إعلان دستوري ولم يضع حتى الآن دستورا للبلاد. سيد حسين، يعني نقاط مهمة تفضلت بها في مسألة توحيد المناهج. يعني توحيد المناهج لا يتعارض مع سياسة الدولة، وأيضا توحيد إذا كان هناك توحيد للمناهج فما دخل أسماء الجامعات وأسماء المؤسسات بتوحيد هذه المناهج إن كانوا يطالبون بتوحيد هذه المناهج. سيد جوان، يعني تعقيبا على ما تفضل به سيد حسين حول مسألة تغيير اسم الجامعات وسياسة الحكومة المؤقتة حيال مناطق غربي كردستان، يعني برأيكم هل قضية تغيير اسم جامعة روجافا تعتبر قضية قانونية أو أم إدارية، أم أنها تعكس خلافات عميقة بين الأطراف الموقعة على اتفاق 29 كانون ثاني؟ نعم، حقيقة الحكومة السورية تحاول إظهار الموضوع وكأنه هي مسألة قانونية بحتة يعني، ولكن هي بطبيعة الأمر هي موضوع تعطي إلى الأذهان، تعود بالأذهان إلى محاولة صهر الهوية الثقافية الكردية للمنطقة والعودة بها إلى الإجراءات التعسفية. يعني المسألة ليس هي مسألة قانونية، هناك تجارب دولية، سويسرا، كندا، إسبانيا، تعطي صلاحيات إلى المكونات وإلى الأقاليم بتسمية مؤسساتها، جامعاتها كما تشاء، تعطي هذه الصلاحيات. هناك تجارب العشرات من الدول تسمح لهذه المكونات للأقاليم بتسمية جامعاتها. والمسألة لا يعني هي ليس فقط مسألة توحيد المناهج، هي تتعلق إلى مدى بعدم تعارض مناهج أي مؤسسة أو جامعية بما هو يخص الحياة العامة أو بما يخص التوجهات العامة والآداب العامة لتلك الدولة أو السياسات العامة. فعمليا كما تفضل ضيفك هي مثل مسألة توحيد المناهج، هي مسألة حتى إذا لم تكن هناك مناهج موحدة، ولكن تكمن التفاصيل في مسألة عدم تبني أي جامعة لمنهاج يخالف
المنظور العام أو النهج العام لأي دولة. نعم. يعني سيد جوان، يعني عذرا للمقاطعة، يعني لنضع توحيد المناهج جانبا، يعني السيد حسين تحدث عن نقاط مهمة وأمثلة من دول متقدمة في مجال التعليم والتطوير العلمي في تلك الدول. نحن نتحدث الآن عن سوريا، غرب كردستان في سوريا. يعني مسألة توحيد المناهج، إن تم توحيد المناهج في جامعة روج آفا، هل يؤثر اسم الجامعة على توحيد المناهج؟ هذه النقطة التي نود الحديث عنها. هل مشكلة الحكومة السورية مع اسم روج آفا فقط، أم مع الأسماء الكردية بشكل عام؟ يعني رأينا في مسألة كوباني وعين العرب كان هناك الصراع، وأيضا في العديد من المناطق هناك صراع في التسميات. يعني هناك محاولة لفرض أسماء التي عمل بها نظام البعث لسنوات، وأشار إليها أيضا السيد حسين عمر لسنوات. هناك محاولة لإعادة تأهيل هذه الأسماء مرة أخرى وفرضها على المنطقة. يعني المسألة لا تتعلق فقط بالمناهج، المسألة تتعلق بالأسماء. نتحدث عن قانونية محاولة تغيير اسم جامعة روج آفا، هل هي قانونية أم إدارية أم خلافات عميقة في مسألة الخصوصية الكردية؟ نعم، بطبيعة الحال هناك قانون اسمه قانون تنظيم جامعات السورية. جميع الجامعات السورية تخضع إلى هذا القانون، قانون تنظيم جامعات السورية على بشكل عام يعني. ولكن جميع القوانين كما ذكرنا، سواء القوانين الدولية، منظمة يونسكو، القانون الدولي لحقوق الإنسان، قانون الشعوب الأصيلة، هي أيضا تنص بشكل واضح من حق الشعوب إبداء تميزها الإيجابي بخلال تسميتها ومن خلال ممارساتها. فإذا المسألة هي ليست مسألة خلاف قانوني أو كما حاول إرسال رسائل من خلال المبعوث الرئاسي أنه هي مسألة قانونية. هي ليست مسألة قانونية، هي إشكالية التدريس بطبيعتها. يعني كما تفضل ضيفك، مسألة التخلف الموجود، أسلوب التلقين. يعني إذا بدنا نعترض على مسائل المناهج أو توحيد المناهج، يجب أن نعترض على جميع المناهج من الصف الأول. هناك إشكالية من الصف الأول إلى التعليم العالي وإلى الجامعات. يعني أسلوب التدريس في هذه الدول باتت حقيقة أسلوب قديم جدا، يعني يحتاج إلى تطوير وتحديث، إلى التخلص من مسألة التلقين، تبني مناهج وأساليب حديثة. مسألة الدين، ربط الدين ضمن المناهج، أيضا هناك إشكالية. الكثير من التفاصيل حقيقة، إذا دخلنا في هذه التفاصيل يجب على الحكومة السورية فقط. طبعا كما ذكرنا، نحن نتكلم اليوم عن حقوق الإنسان في دولة يغيب عنها القانون، نتكلم عن مسائل حالة القانون مزرية في الدولة السورية كما شاهدنا. يعني المسائل السياسية، المسائل المجازر، الجرائم، الانتهاكات، الإجراءات التعسفية في جميع مناطق السورية، المسائل إلى آخره. هذه الحكومة يعني إلى اللحظة حقيقة لم تقم بدور كحكومة تمثل الشعب السوري، تقوم بالإجراءات الصحيحة من خلال إدارة مؤسسات حقيقية وترك المجال لمؤسسات لشعوب المنطقة بتقرير مصيرها ضمن الأراضي السورية. هناك إشكالية كبيرة من خلال الاتفاقيات التي حدثت. ما نعيشه اليوم هي نتيجة لمسببات. نحن اليوم أستاذ حسين ناقش هذا الموضوع، نحن نناقش النتائج. فعمليا ما أدى إلى وصول بنا إلى هذه المرحلة هي الاتفاقيات التي حدثت والتي كانت غامضة بالنسبة لنا، والتي حقيقة إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة السورية ومن الأطراف الراعية لهذه الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات تحتاج إلى عشرات المراسيم إصدارها من خلال تمكين التنوع، ومن تمكين المكونات، التمكين الشعوب المنطقة. معالجة هذه المسائل هي معالجة سياسية قبل أن تكون قانونية أو إدارية. أما مسألة محاولة خلال الدمج هي عملية صهر وليس دمج، من خلال أيضا فرض لون معين من قبل الحكومة السورية. وهناك أيضا إشكالية حدثت في كوباني، ولكن
شعوب أهالي كوباني، المكون الكردي في كوباني استطاع حقيقة إزالة هذا الغموض، وهم صرحوا بهذا الموضوع أنه هي مدينة كردية تم تسميتها من قبل المكون الكردي. وهذا لا يعادي بطبيعة الحال، يعني الحفاظ على جغرافية المنطقة وعلى التنوع لا يعني بالضرورة هو تعادي لطرف أو لمكون بحد ذاته. هذه المسألة عانينا منها أكثر من 50 عاما، مسألة التسميات، مسألة إبداء وإظهار الهوية الثقافية لأي مكون وليس فقط المكون الكردي. هناك مكونات أخرى أيضا من حقها أن تعبر عن نفسها ضمن القانون، ضمن مؤسسات تشريعية وقانونية وإدارية. ولكن محاولة لجنة الدمج التي الآن تقوم على إشراف على عملية الدمج، ومن خلال فقط إظهار أن هناك إشكالية قانونية وإشكالية إدارية، هذه مسألة مغالطة جدا. هناك إشكالية سياسية من خلال الممارسات التي نراها وكأنها تختصر القضية الكردية بتعيينات هنا وتعيينات هناك وتسمية هناك ومناصب هنا ومناصب هناك، وكأنه اختزلت القضية الكردية جميعها بمسألة تعيينات فقط، وهذا حقيقة بعيد عن الحقيقة. القضية الكردية هي قضية أرض وشعب قائمة، يجب تقبل الحكومة السورية الحالية كانت أو اللاحقة إلى آخره بمعالجة هذا الموضوع من جذوره، والاعتراف بالقومية الكردية كقومية تعيش على أرضها التاريخية، ومن خلال دعم هذه النظرية من خلال مراسيم ضمن السيادة الوطنية أو ضمن وحدة الأراضي السورية. هذه المسألة أساسا غير مطروح. مسألة خارج الحدود السورية هي جميعها غير مطروحة، وتتبنى الأحزاب السياسية والأطراف السياسية بخطاب وطني واضح وصريح. أما محاولة فقط إظهار مع أنه هي الجانب الحكومي هي تراعي الجانب القانوني والإداري، وكانوا نحن الأطراف الأخرى تحاول نزع بعض المسائل من خلال تسيير بعض المفاهيم الدمج على هوائها، هذه مسائل مغالطة وستكون هناك تأثيرات سلبية مستقبلا. نعم، الوقت يداهمنا سيد جوان. باختصار شديد، يعني هل يحق تغيير اسم الجامعات والمؤسسات بقرار شخصي أو بقرار فردي من أحد في أي دولة كان؟ أبدا، هناك قوانين وهناك مراسيم واضحة تتعلق ببنية السياسية، إدارة السياسية للدولة بنفسها، ويحتاج إلى لاحقا يحتاج إلى معالجة دستورية، ومن خلال المعالجات والقوانين والتشريعات الدستورية أيضا سيكون هناك فضاء لأجل تسميات الدوائر ومؤسسات المنطقة كما شاهدنا. مسألة اللافتة الموجودة على آرما، الموجودة على قصر العدلي، والأحداث التي شاهدناها سابقا بما يخص التسمية الكردية أو باللغة الكردية. نعم. سؤال آخر قبل أن ننتقل إلى السيد حسين عمر لكلمته الأخيرة. يعني في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا ولا يوجد دستور للبلاد، فقط هناك إعلان دستوري، هل يحق تغيير أسماء المؤسسات وفرض أسماء أخرى على المؤسسات الموجودة على أرض الواقع؟ باختصار شديد. أبدا لا يحق. هذه المسائل تم تسميتها وأثبت خلال هذه العشرات السنوات هذه الجامعات من خلال حضورها، من خلال مناهجها، أيضا تم ذكرها في القوائم الراعية لمنظمة يونسكو. تم ذكر جامعة روج آفا، وكانت هي متقدمة بأشواط عن جامعة قرطبة من خلال النقاط التي تحسب من خلال التدريس والمنهاج والأكاديمية الموجودة. هذه الآن أصبحت جامعة روج آفا أمر واقع موجود مثلها مثل الكثير من المؤسسات التي يجب التمسك بها من قبل الشعب الكردي. كما نعلم أيضا هناك كانت شعوب ومكونات أخرى كانت طلاب يدرسون ضمن جامعة روجافا من جميع المكونات، من المكون العربي، من المكون السرياني، والمناهج كانت واضحة ويجب الحفاظ عليها سواء كان من قبل الحكومة السورية أو التمسك بها من قبل اللجان المشرفة على عملية الدمج والشعب الكردي. نعم سيد جوان. سيد حسين، باختصار شديد يعني ككلمة أخيرة أيضا في هذه الحلقة، يعني بخصوص محاولات تغيير اسم جامعة روجافا والعديد من الأسماء الأخرى، كلمتك الأخيرة بهذا الخصوص، تفضل سيد حسين.
هلا، أشكر الأستاذ جوان. هو شرح هذا الموضوع بشكل مفصل من الناحية القانونية. هذا إذا كنت ضمن دولة فيها قانون، لكن دولة سوريا الحالية والنظام السوري الحالي لا يعرف ما هو القانون أصلا، لأنه نظام أصلا ليس لديه دستور دائم، وليس لديه حتى هذه اللحظة لا تعرف كيف هذه السلطة لا تعرف كيف تعمل. لذلك القوة هي التي ستفرض. من يملك القوة دائما، هذا قانون الطبيعة البشرية وقانون الغابة أيضا. من يملك القوة يفرض ما يريده، وهؤلاء هذه السلطة تريد أن تبتلع الشعب الكردي، أن تنهي وجوده، أن تنهي المكتسبات التي تحققت خلال هذه السنوات، وأن تنتقم لقتلى وإرهابي دواعش من الشعب الكردي. وهذه حقيقة يجب أن تقال، وأن لا نخفي هذه الواقعة أبدا عن الشعب. لذلك أعتقد أن الموضوع سيكون ليس سهلا من هذه الناحية، لكن هناك أمر مهم جدا ما أتمناه، أن يبقى الشعب الكردي موجودا على أرضه، متمسكا بأملاكه، متمسكا بوجوده، وهذا مهم جدا في هذه المرحلة. وأن تحاول هذه الإدارة أو من يمثلون قسر ترك موضوع يبقي إلى آخره. هؤلاء سيتم حلهم، لابد أن يتمسكوا بموضوع اللغة الكردية. إذا لم يتم فرضها أو استمراريتها في التدريس بالمدارس، سنعود 100 سنة إلى الوراء، ويمكن أن يكون أكثر. لذلك سيخسر الشعب الكردي الكثير. نعم، الكاتب والسياسي السيد حسين عمر، نشكرك جزيل الشكر على انضمامك اليوم في هذه الحلقة والحديث حول مسألة الخصوصية الكردية في اتفاق 29 من كانون الثاني، الفرص والتحديات، وأيضا مسألة التصريحات الأخيرة للمبعوث الرئاسي حول مسألة تغيير تسمية اسم جامعة روجافا. نشكرك جزيل الشكر على انضمامك. شكرا لك. وأيضا كل الشكر لك المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان السيد جوان محمد في حديثك عن الجانب القانوني في اتفاقية 29 من كانون الثاني، وأيضا في تغيير اسم الأسماء الكردية وفرض الأسماء العربية، وأيضا تغيير اسم جامعة روجافا. نشكرك جزيل الشكر. كان لي الشرف أن أكون مدرسا في جامعة روجافا في مادة القانون الدستوري، درست فيها لعامين. نعم، أشكركم جميعا. شكرا لك، وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء. بدأنا بثورتنا